السلام عليكم. اهلا بيكم في سلسله الطب وعمايله ابيسود 2. اعتقد من اكتر الحاجات الاسئله المتكرره يعني موضوع استخدام الاي اي في كتابه الابلكيشن او التقديم على وظائف للشغل في انجلترا. الحقيقه السؤال ده سؤال صعب جدا. لو احنا هنقسم اللحظات الفارقه يعني الحاجات اللي بتغير شكل العالم من وجهه نظر المتواضعه التي لا قيمه لها يعني زي ما بيقول الشيخانة، دخول الانترنت او فكره الانترنت في العالم دي كانت من اللحظات اللي غيرت وجه العالم وغيرت شكل الاقتصاد والاندستري وكل حاجه وغيرت طريقه عمل الفلوس. اعتقد من اللحظات الجديده في حياتنا اللي بتغير شكل العالم هي لحظه ظهور الاي اي وانتشار الاي اي. يمكن من المشاكل اللي بتواجهنا احنا كانترناشونال ميديكال جرادويت او الناس اللي هم غير ناطقين باللغه الانجليزيه هو ازاي تكتب ابلكيشن صياغته تكون قويه وتقدر تكمبيت. طبعا احنا عارفين ان هو سواء كان الابلكيشن للتقديم على وظيفه او السي في او حتى الابلكيشن بتاع التقديم على تريننج بيبقى الاساس بتاعه الكورنر ستون بتاعه هو الحاجات البروجكتس اللي انت عملتها، سواء كان دي كلينيكال اكسبيرينس سواء كان كلينيكال سكيلز، وده كان اتكلمنا عنه قبل كده في فيديو، هو انك انت ازاي تقدم على تريننج تكتب الابلكيشن. فبيبقى الاساس نفسه عن طريق كتابه البروجكت نفسها، ولكن في نفس الوقت الفكره في صياغه البروجكت نفسه بتختلف من شخص لاخر. بمعنى ان هو انت في الاول وفي الاخر هو لما بيكلمك في الريسيرش مثلا في بوينت الريسيرش نفسه، ودي اعتقد من اكتر الحاجات المهمه اللي بيحبوا يركزوا عليها سواء كان في تقديم للوظائف او في التريننج، بيسالك عن درجه الانفولفمنت بتاعتك how much you were involved in the research. الفكره بقى ان هنا بيختلف او بتظهر فرق ما بين الشخص اللي اصلا النيتيف او الفيرست لانجوج بتاعته او اللسان واصلا بيتكلم انجليزي ان هو يوصف ان هو اشتغل قد ايه في الريسيرش بطريقه تخليها جذابه، بحيث ان اللي بيشوفه بعد كده بيعرف او بيعرف الراجل ده هو عمل قد ايه او كان قد ايه involved في البروجكت نفسه. ولكن بيجي العقبه الاساسيه في انك انت كنون نيتيف سبيكر انك انت توصف قد ايه انت كنت involved في الموضوع ده وقد ايه انت قدرت عن طريق كتابتك دي تظهر كل قدراتك في الريسيرش، وايه كان ديجري بتاعتك او البروجكت بتاع او الرول بتاعك في الريسيرش اتساوي. طيب مؤخرا بدات الناس تستخدم الاي اي وبدات تكتب بالاي اي، وده عن طريق حاجه اسمها جنراتيف فيل، وده ان انا بستخدم الاي اي ان هو يكتب لي الابلكيشن بتاعي. في الاول الموضوع ما كانش منتشر بهذا الشكل اللي احنا موجودين فيه حاليا او في الوقت اللي احنا فيه حاليا، ولكن الموضوع دلوقتي بقى منتشر جدا. طيب هو ايه فايده الاي اي عموما؟ فايده الاي بصراحه في حاجات كتير. يعني اولا هو بيراجع لك كل الجرامرز اللي انت كاتبها، الجرامرز ميستيك، وهو في ريفريزنج لو الجمل بتتقال بطريقه احسن. احيانا برضو في التريننج انت مطالب بعدد معين من كاونت وورد، يعني انت مطالب ان انت توصف الهواء النهارده صعب جدا، كل شويه الكاميرا بتقع وبرجع اعدلها تاني، فلو حسيت ان في انتربشنز يعني في الكلام فده مش بسبب ده، بسبب الكاميرا ان هي بتطيح زي ما بيقولوا اخواتنا السعوده. المهم فالمشكله دلوقتي بتكمن في انك انت ازاي كشخص اصلا مش لسانك الاول هو انجليزي انك انت هتحاول تجمع التجربه كلها والاكسبيرينس كلها او حتى وصف الابلكيشن نفسه الكلينيكال اكسبيرينس بتاعتك في 50 كلمه. طبعا الموضوع بيكون معقد جدا الصراحه وبيكون صعب، وخصوصا في اختيارك للكلمات، لان انت محتاج تختار احسن كلمات واحسن سنتنس ستراكشرز بحيث انك انت تقدر تجمع كل اللي انت عايز تقوله في هذا الكم الصغير. فالاي اي بصراحه بيساعد جدا في موضوع الجرامرز، بيساعد جدا في انك انت تعمل ريفريزنج وتختار تحسن الورد كاونت بتاعك، بيحسن في ان انت ممكن اصلا تستخدمه في البرين ستورم، بمعنى انك انت ممكن ببساطه شديده تبتدي تقول له انا عايز ابتدي اكتب ابلكيشن، عايز اعمل سي في، والله انا بفكر اني انا اعمل تيتشنج ليكتشر او سيشن للميديكال جرادويت، ايه الافكار، انا عندي المواضيع دي، ازاي اقدر اقسم المواضيع دي، وايه الحاجات اللي انت ممكن تقترحها عليا. كل الحاجات دي رائعه وممتازه في استخدام الاي اي. لحد فتره قريبه، لحد تقريبا اسبوع او اسبوعين، رويال كوليدج اوف بيدياتريكس، ودي عباره عن الكليه الملكيه اللي مسؤوله عن تنظيم او ان هي اللي بتنظم او مسؤوله عن كل حاجه لها علاقه بالتريننج بتاع البيدياتريكس في يو كي. نزلت ارتكل عندها على السايت بتاعها، هسيب اللينك بتاعه في الديسكربشن، وهو اتكلم عن اليوز اوف اي اي في البورتفوليو انتري. الحقيقه موضوع البورتفوليو شويه يمكن محدد بالنسبه للناس التريني اللي هو جوه التريننج، ولكن ان كان في نفس الوقت بيتكلم او يمكن استخدامه كريفرنس في الكلام عن الاي اي عموما في كتابه الوظائف، في عمل السي في الابلكيشنز، في الانترفيوز، في اي حاجه انت ممكن تستخدم فيها الاي اي. تو ويتش اكستنت، لاي مدى انت مسموح لك تستخدم الاي اي، وهل الاي اي شيء محبب ولا غير محبب
في كتابه الاشياء اللي شبه الموضوع ده او من هذا القبيل. في اول باراجراف في الارتكل بتاع رويال كوليدج كان بيتكلم ان هو من الواضح جدا ان مؤخرا اصبح استخدام الاي اي متزايد جدا، وان هو من الصعب ان لم يكن المستحيل انك انت تمنع الميديكال تريني او الميديكال دكتورز او ريزن دكتور ايا كان المسمى بتاعهم في ان هم ما يستخدموش الاي اي في الشغل بتاعهم. وفي الحقيقه كمان اتكلموا وقالوا ان هو غير محبب ليهم not desirable for them ان هم يمنعوا استخدام الاي اي او ان هم يطالبوا الريزيدنت دكتور ان هم يديكلير في الاي بورتفوليو انترست بتاعتهم ان هم يستخدموا الاي اي. عشان تكون عارف كويس قوي لازم نرجع خطوه لورا ونعرف ان شات جي بي تي كل داتا انتري انت بتدخلها على شات جي بي تي فهو انت بتسمح لشات جي بي تي ان هو يخزنها على الكلاود بتاعته ويستخدم هذه المعلومات في تحسين وتطوير اداء شات جي بي تي. فمعنى كده ان في جزء من الخصوصيه بيكون منتهك عن طريق استخدام شات جي بي تي. الحقيقه رويال كوليدج ما اتكلمتش عن الموضوع ده بالاخص بخصوصك انت، ولكن اتكلمت بخصوص الكونفيدنشال داتا اللي انت ممكن تشاركها مع الشات جي بي تي، زي فكره مثلا موضوع ال NHS نمبر واللي هو النمبرز بتاع البيشنت، الداتا بتاعت البيشنت، اي حاجات تخص العيان. ده رقم واحد. رقم 2 اتكلمت الرويال كوليدج عن فكره استخدام الاي اي نفسه، وقالت ان هو الاي اي ممكن يستخدم ولكن يستخدم في تعديل صياغه الافكار نفسها، ولكن ما يبقاش في خلق الافكار. ليه؟ لان احنا عندنا حاجات معينه في الرويال في الاي بورتفوليو نفسه زي حاجات اسمها ريفليكشن ومالتي سورس فيدباك اللي هو الام اس اف. الريفليكشن بالاخص هو انك انت بتذكر حاله معينه انت اشتغلت عليها في شغلك اثناء فتره الروتيشن بتاعتك، والحاجه دي اتعلمت منها حاجه معينه، غيرت نوع معين في البراكتس بتاعك، او ان هي ضافت لك حاجه جديده، معلومه جديده انت ما كنتش عارفها. والريفليكشن ده مطالب انت تدخله باستمرار بمعدل 1 أو 2 في الشهر، يعني في خلال ال6 شهور انت محتاج تدخل من 10 ل 12 ريفليكشن تقريبا. الرويال كوليدج قالت ان احنا في استخدام الريفليكشن نفسه لازم نبقى ليميتد قوي في استخدام الاي اي، فاحنا ممكن نستخدمه زي ما قلت قبل كده في الحاجات اللي هي سبق ذكرها، ولكن ما ينفعش نستخدمه في خلق حالات او ان احنا نالف باستخدام حالات ما شفناهاش او ما تعاملناش معاها. ده رقم واحد. رقم 2 اتكلمت برضو عن المالتي سورس فيدباك، وهو ده فيدباك انت بتاخده في اخر الروتيشن بتاعك من كل الناس اللي اشتغلت معاها، وبيبقى ده انونيمس، يعني الناس بتبعت لهم لينك بيدخلوا يقولوا رايهم فيك بنوع من السريه، ما بتبقاش عارف مين اللي كتب الفيدباك ده، ولكن بيبقى معلق على دومينز معينه، بيعلق على الكوميونيكيشن، بيعلق على الليدرشيب سكيلز، بيعلق على الكلينيكال جادجمنت، بيعلق على السيف جاردنج ايشوز. فقالت ان الحاجات دي كلها لازم تكون في الاساس حاجات شخصيه، ما ينفعش انك انت تطبقها او تخترعها او ان انت تستخدم حاجات جينيريك جدا بدون ما يبقى في فيدباك حقيقي من الشخص اللي انت اتعاملت معاه. طيب باستخدام الارتكل ده ممكن نقدر نفهم طريقه تفكير الناس اللي مسؤوله او الناس اللي هي بتكون انفولفد في الديسيجن ميكنج بخصوص اللي هي السي في والابلكيشنز وكل الحاجات اللي تخص الاي اي بالنسبه للدكاتره في يوكي. نفهم من هنا ان استخدام الاي اي كاداه للمساعده شيء محبب بالنسبه لهم، لان ده هيشيل البايس بتاع اللانجوج، ولكن في نفس الوقت ما ينفعش تستخدمه في انك انت تخترع حالات جديده. فحاول على قد ما تقدر تليميت اليوز للجرامرز تشيك او البارافريزنج، كل ده شيء مسموح بيه وانت مش محتاج انك انت تديكلير. لكن من الحاجات الغير محببه بالنسبه لهم وهو انك انت تستخدم حاجات جينيريك بدون الانفولفمنت بتاع اليور بيرسونال اكسبيرينس، او انك انت تالف حاجه من الاساس ما تعرضت لهاش في الشغل، او انك انت اصلا ما تبقاش بتدي فيدباك حقيقي قائم على تعاملك مع هذا الشخص اللي هيساعد بعد كده بروجريس بتاع الكارير بتاع الشخص ده. اعتقد الاي اي من الحاجات اللي احنا لغايه دلوقتي لسه مش فاهمينها كويس. في حاجات كتير جدا واستخدامات كتير جدا للاي اي. كان اتكلمت مع حد كده بجي بي تريني، مش عايز اقول اسمه عشان انا ما خدتش اذنه قبل ما اتكلم في الفيديو ده، ولكن هو قال لي ان هو قدر يعمل تول في الجي بي براكتس بتاعته مسؤوله عن الديكتيشنز، او انك انت بتسمع الكلام الداتا اللي انت خدتها من العيان وتفورميليت الداتا بطريقه اسرع بكتير، وكمان بتكون الليترز المفروض يتبعت للعيان بالسمري بتاع الانترفيو. ده تقريبا كان الجزء اللي فهمته منه من الكلام بتاعه، وقدر ان هو يخوض شويه تجارب او عقبات ان هو يقدر يخلي الموضوع ده ابروفد بالمكان اللي هو شغال فيه، في نفس الوقت ما يبقاش بريكنج بيشنت كونفيدنشاليتي، ووفر وقت كبير جدا. فاعتمادنا على الاي اي حاجه اعتقد ان هي مانداتوري، وعمرنا ما هنقدر نتعامل مع الحياه بالوضع اللي قبل الاي اي بسبب ان هي بتوفر علينا وقت كبير جدا. فاعتقد معظمنا في الشغل دلوقتي بقى يشوف اشكال الايميلات واشكال البوستات وحتى السكريبتات اللي بتتكتب في الفيديوهات وطريقه تصميم الفيديوهات عن طريق الاي اي. حاليا دلوقتي في مصر يعني الافلام بتتكتب بالاي اي،
ولكن الفكره الاساسيه اللي من وجهه نظري هي اللي بتفرق بجد، وهي انك انت تستخدم الاي اي كاسيستنت راذر ذان ان هو يبقى الليدر بتاعك. طول ما هو الخادم بتاعك. كنا بنتناقش على جروب واتساب للدكاتره في UK، كان حد كتب كومنت عجبني جدا، وهو انه وصف الاي اي بان هو خادم مطيع ممتاز ولكنه سيد احمق مجنون. من الحاجات الشيء بالشيء يذكر يعني ان هو الشات جي بي تي عنده، بالذات شات جي بي تي عنده ديفكت عنيف جدا في النولج، بيكملها بان هو بيعمل اسامبشنز، واحيانا كتير الاسامبشنز دي ما بتكونش حقيقيه. والموضوع ده مجرب جدا في الميديكال فيلد. لو انت بتكتب ريسيرش وطلبته من الريفرنس ممكن يخترع ريفرنس مش موجوده، فانت محتاج ما تسلمش نفسك ودماغك للاي اي، ولكن كل مره بتاخد انبوت او اوتبوت، عفوا بتحط انبوت للاي اي لازم تبقى عارف ان الانبوت ده مش بس هيبقى في نطاق الكمبيوتر بتاعك، ولكنه هيوصل للسيرفرز او الكلاودز بتاعت شات جي بي تي وهتتخزن هناك فور ايفر. فانت لما تبقى لازم تكون عارف ان مفيش اي خصوصيه بتنتهك بهذا الشيء، واي اوتبوت بيجي لك من الاي اي لازم تكون عارف كويس قوي ان مش هو ده اللي انت هتستخدمه فورا، ولكن لازم تقراه وتعمل له بروف ريد وريفيجن وتتاكد ان هو مش جينيريك، تتاكد ان هو فعلا الاكسبيرينس بتاعتك، وتتاكد ان هو ما عملش اسامبشنز او ما حطش حاجات مش موجوده في الواقع. بعد ما خلصت الفيديو كان في حاجه نسيت اقولها، كانت حاجه مهمه جدا. لازم تكون عارف ان حاليا في حاجه اسمها كاربون فوت برنت للشات جي بي تي، وهو ان اي حاجه بتتكتب بالشات جي بي تي سهل جدا ان هي تتعرف ان هي مكتوبه بالشات جي بي تي. عشان كده هم مش فارق معاهم اذا كنت انت بتكتب الحاجه بالشات جي بي تي ولا لا، ولكن زي ما قلت لك قبل كده لازم تتجنب الحاجات اللي هم حذروا منها. بس لازم تكون عارف لما تستخدم الشات جي بي تي اللي قدامك اللي بيقرا الكلام اللي انت كاتبه هيكون عارف كويس قوي ان انت استخدمت شات جي بي تي. فحتى لو انت كان في لو بعض الابلكيشنز سالت السؤال ده، فانت محتاج تديكلير. ما تتخيلش او ما تفتكرش انك انت مهما عدلت مش قدروا ان هم يعرفوا الفوت برنت بتاعت الاي اي المستخدمه في كتابه ابلكيشن او سي في، لانها واضحه جدا ومنتشره جدا وفعلا سهل جدا ان هي تتعرف. دي نهايه الحلقه، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، ويا رب يكون عجبكم الاوتدور سيت اللي احنا عاملينه، واشوفكم في حلقه جديده من الطب وعمايله. سلام.